أكد الفريق أحمد كايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا الدور الثري بورقلة لأن الحل الكفيل بالخروج من الأزمة التي تمر بها الجزائر منصوص عليه في المادة 102 من الدستور. وأضاف الفريق القائد صالح في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة: يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب لمطالب المشروعة للشعب الجزائري، وهو الحل الذي يضمن احترام الأحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة، حل من شأنه تحقيق توافق وراء الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو حل منصوص عليه في الدستور في مادته 102. وقال الفريق أحمد كايد صالح إن الوضع في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية وسلمية تنظم كامل التراب الوطني وتطالب بتغيرات سياسية، وبالرغم من أن هذه المسيرات قد اتسمت إلى غاية الآن بطابعها السلمي والحضاري، مؤكدة بذلك المستوى الرفيع الذي ينعم به الشعب الجزائري ووعيه ونضجه الذي حافظ على السمعة الطيبة التي تحظى بها الجزائريين بين كافة شعوب الأمم، إلى أنه وجب التنبيه لنا أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف معادية للتدخل في الخارج، وذلك ذات نوايا سيئة، وقد تلجأ إلى القيام بمناورات مشبوهة بهدف زعزعة استقرار البلاد. ولكن الشعب الواعي واليقظ والفطن سيعرف كيفية إفشال هذه المخططات الدنيئة. وتابع قائلا: وبغية حماية بلادنا من أي وضع لا تحمد عقباه يتعين على الجميع العمل بوطنية في إكرام الذات وتغليب المصالح العليا للوطن من أجل إيجاد الخروج من الأزمة حالا، وكذلك إدراج حل يندرج حصريا في الإطار الدستوري الذي يعد الضمان الوحيد للحفاظ على الوضع السياسي المستقر. فما هو رأيك في هذه الكلمات؟ هل هو إما أنفخ سياسي أم حل للشعب؟ أترك لك التعليقات من تحت. شكرا.